اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده جبنا المشتريات بتاعتنا بتاعت شهر 11 وبميزانية 1600 جنيه. هتشوفوا معايا انا جبت بهم ايه وهيكفونا ايه ويجابونا لغاية فين. طبعا ابدأ معاكم باللحوم. انا جبت لحوم وجبت فراخ. فطبعا انا بجيب زي ما انتم عارفين من محل لحوم بيبقى عامل عروض. فلقيت ايه بقى في العروض؟ لقيت فيه لحمه. اللحمه ديت لحمه راس. اللحمه دي لحمه راس بس كلها لحمه حمراء زي ما انتم شايفين كده، جميله جدا جدا جدا. والسعر اهو، ده حوالي كيلو. الكيلو يا جماعة عامل 153 وشوية، لأنه هو زيادة عن الكيلو، يعني كيلو 25 جرام. اهي قدامكم اهي كيلو 25 جرام بالسعر ده. جبت طبق وكمان جبت طبق تاني اهوت، بس هنا مزود بقى لسان ويعني ايه شوية حاجات كده من لحمة الراس اهو. دي بقى مع صينيه بطاطس مع كده بتبقى جميله جدا جدا جدا. يبقى جبنا الطبقين دول، منها لحمه ومنها سعرها بسيط، يعني الاتنين كيلو دول بتمن كيلو واحد. ده فيديو التوفير يا جماعه وبجداره يعني. دي فايده ان انتي تلفي وتسالي وتشوفي. ودي بقى اللحمه بتاعتنا اللي احنا بنجيبها دايما، اللي هي ب 200. دول طبعا زياده، دي ب 290، بس دول زياده عن الكيلو بحوالي مثلا 135 جرام، فهي ب 329 بس زياده عن الكيلو اهي. دي اللحمه اللي هي ملبسه، بس طبعا ما فيهاش ابيض كتير، حلوه وزي الفل وجميله ولونها تحفه تحفه تحفه. دي جبت برضو كيلو وشويه اهوت. وجبت كمان ايه بقى هنشوف مع بعض. لقيت ايه تاني في العرض؟ لقيت كرشه. الكرشه طبعا لمحبين الكرشه، شايفين نظيفه وزي الفل وشكلها يفرح. هو عامل كيلو جوه كيلو، يعني كيلو وعليه كيلو ب 150 جنيه اهي. تحفه وريحتها جميله جدا 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 ومتنضفه كويس قوي. بس عاملها هي الكيلو يا جماعه بس 2 كيلو بسعر كيلو، يعني هو عامل 2 كيلو العرض بتاعه بسعر ايه؟ بسعر كيلو. هفتحها معاك برضو عشان تشوفوها اهو. ده كيلو اهو، كيلو مفيش فيه ميه ولا حاجه، وجواه كيلو تاني اهو. فدول 150 جنيه. يبقى كده وجبت ايه تاني؟ هوريك. جبت طبقين سجق. طبعا انت تجيبي المصنعات والسجق من الناس اللي انت بتجيبي منهم اللحمه اللي انت واثقه منها، اللي هي اللحمه البلدي. جبت الطبقين دول، ريحه السجق تحفه، توابله جميله، شكله حلو، انا جربته قبل كده. الطبقين دول وزنين كيلو و20 جرام، دول ب 326 جنيه اهو. حلوه قوي قوي. طبعا انتوا عارفين ان هو عشان بلدي المفروض ان هو سعره عالي، بس هم عاملين عليه خصم. الاسعار قدامكم اهي يا جماعه. طبعا انا بقى ايه هقسم اللحوم ديت على الشهر وهشوف هعمل ايه. طبعا من غير ما اقسم كده، دول كام وجبه؟ 7 وجبات لحوم في الشهر. دول بكام ميزانيتهم؟ ب1100. دول 1100 جبنا بيهم دول. طيب جبت ايه فراخ بقى؟ طبعا انا عندي فرخه جايه لي هديه فمتبلاها وان شاء الله نعملها. ادي فرخه. وعندي كمان طبق الوراك ده ب 95 جنيه اهو. 3 وراك كبار، فحلوه قوي قوي، يكفي برضو اكله. وجبت كمان بقى ايه؟ طبقين بانيه. انا حبيت البانيه جدا بتاعهم، جربته فكان كويس فجبت طبقين البانيه دول. الطبق ب 95 اهو، متقطعه ونضيفه وزي الفل. طبقين بانيه. يبقى انا كده جبت الايه؟ اللحوم والفراخ بتاعه الشهر بتاعي. دول بكام؟ دول ب 295. هنقول 300 على 1100، يعني ميزانيه 1400 جنيه لحوم وفراخ في الشهر. دول هيتقسموا يا جماعه. وطبعا عندنا كمان زياده اللي هي الفرخه الهديه. تمام كده؟ تمام. جبت ايه بقى تاني؟ جبت بقى ناقصني طبعا البن، فجبت بن. وجبت كيسين مكرونه قلم. عشان ايه؟
الكيسين المكرونه القلم دول يا جماعه هعمل بيهم الكيسين المكرونه القلم دول هعملهم مع السجق. دول مش جايباهم للبشاميل، لا هعملهم مع السجق، يعني عشان ايه شكلهم ملائم للسجق وكده، فبعمل الصلصه وبعمل السجق كده واقوم عامله فيه الايه المكرونه القلم اهو. كيسين مكرونه قلم لان ما عنديش. وجبت نص كيلو رز بسمتي، انا بجيبه سايب جميل جدا ب 40 جنيه، نص كيلو ب 40 جنيه بيكفينا اكله. ممكن بقى يتعمل مع الصدور، يتعمل مع مثلا الوراك، مع الفراخ. عموما بحب اعمل رز بسمتي. تمام اهو. فجبت ايه الرز البسمتي ده، شايفين حبيته حلوه قوي وطعمه بقى جميل، والنص ب 40 جنيه، سعره اقتصادي جدا وجميل. جبت بقى كمان 2 كيلو رز مصري اهو. وجبت بقى كمان اللي هو بدنجان، نحب نقليه كده وناكله بيبقى حلو قوي اهو. جبت بدنجان. فكده عملنا 1600 جنيه جابولي المشتريات دي. فانت لو عايزه تنزلي تجيبي مشترياتك، بس طبعا انا علشان دورت على عروض وجبت عروض، يعني اللي خلى الميزانيه قليله معايا انا معرفش بقى، اكيد انت كل واحد في محافظته بيبقى عنده عروض وعنده محلات بتبقى عامله عروض. انا بنصحكم ونصيحتي ليكم ان انتوا تلفوا على الاماكن اللي عامله عروض. ليه؟ لان انت بتوفري، يعني بسعر الكيلو جبت 2 كيلو، وهنا برضو بسعر الكيلو جبت 2 كيلو. جبت دي مخفضه بتاع 100 جنيه عن سعر اللحمه، عشان ايه؟ ملبسه شويه. جبت الاطباق دي حلوه وجاهزه ومغسوله ونظيفه وزي الفل ورخيصه برضو، مش زي ما تجيبي فرخه كامله من عند بتاع الفراخ. فانت بتعرفي الحاجه النظيفه، الطعم الحلوه اللي هي متغلفه اللي مغسوله كويس وهكذا. طبعا السجق ما انصحكوش تجيبوا اي مصنعات من اي مكان مش عارفينه. المصنعات بالذات انا ما بكترش منها، اللي متابع الفيديوهات، لاني ما بجيبهاش، يعني ما ببقاش ضمناها. بس انا جبت السجق اهو، تغيير برضو عن اللحمه المسلوقه عن كده. وطبعا دي هتتعمل مع صينيه بطاطس. انا بحب بعشق لحمه الراس مع البطاطس، والكرشه كمان مع البطاطس. انا طبعا عندي بطاطس. بحب الفراخ عموما بمشتملاتها كده، يا مع ملوخيه برز، يا مع مكرونه، يا مع رز بسمتي. ده بالنسبه للفراخ. انما اللحوم انا بحبها مع رز، وبحبها معموله يا اما مع قلقاس، يا اما مع فاصوليا، لوبيا، بطاطس. بتبقى حلوه ولايقه جدا على بعضها. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. طبعا الرز اسعاره المصري 30 جنيه، وفي ب 28 طبعا، وفي لغايه 25 جنيه. فانا بشوف الشكل، الحجم، الحاجه اللي احنا بتستهوينا بجيبها. كيس المكرونه طبعا ب 15. انا جبت الكيسين دول استعجال كده، وبعدين بقى انا واحده راجعه موفره، فايه ما لفتش كتير بقى على الحاجات اللي هي التانيه دي. تمام. بالنسبه بقى للفاكهه والخضار والحاجات دي بتاعت الشهر، ان شاء الله اعمل لكم بيها فيديو تاني. وطبعا والمنظفات وكده انا هجرد لسه انا محتاجه ايه وعايزه ايه وهجيب ايه، وهقول لكم برضو. بحبكم جدا، واللي عايز ياخد افكار اهي، واللي عايزني اعمل اي فيديوهات هقول له على اي اسعار يقول لي. وعايزه اقول لكم ما تنسوش دعم القناه باللايك والشير والاشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل الجرس. اشتراك مكتوبه تحت الفيديو، اضغطوا عليها يا جماعه، وسودوا الجرس اللي جنب الفيديو اللي جنب الاشتراك، واعملوا تعليق ولايك. الكلام ده يا جماعه والله مش هيكلفنا اي حاجه، بس هيدعم القناه. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه.